اسال حضرتك يا دكتور احمد على فكره استشاري دولي رضاعه طبيعيه. يعني المسمى ده مسمى حلو وفخم كده، بس ممكن يكون غامض لكثير من الناس. فعايزين بقى تفسير حضرتك، يعني استشاري دولي رضاعه طبيعيه ايه دوره، وايه يعني ما هذا المسمى؟ هو ده سؤال طبعا الرجاله كلهم بيسالوه لي. أيوة. يعني الستات عارفينه شويه حبتين ثلاثه يعني برضه الامهات دلوقتي السوشيال ميديا ما خلتش يعني، فالامهات بقوا عارفين. بس عموما هي فكره استشاري دولي رضاعه طبيعيه، احنا ما عندناش الرابط ما بين الام والطفل. تمام. يعني دايما ما فيش التخصص اللي لامم الام والطفل مع بعض. أيوة. احنا بنسمي عندنا في تخصص الرضاعه الطبيعيه بنسميها مادرن بيبي دايت او مادرن بيبي دو، ثنائيه الام والطفل. تمام. ان الام والطفل دول حاجه واحده، لازم عمليه الرضاعه عشان تكمل وتغذيتهم تكمل لازم يبقى في حد قادر يوازن الاثنين، يجيب المشكله عند هنا والمشكله عند هنا ويحل مشاكلهم الاثنين مع بعض. تمام. الرضاعه الطبيعيه تقريبا هي تعتبر اهم حاجه في حياه البني ادم. تمام. صحتك وحياتك كلها بتعتمد في اول 30 ل 50 سنه من عمرك على ايه الرضاعه بتاعتك والتغذيه بتاعتك وانت صغير مشت ازاي. تمام. فدوري كاستشاري دولي رضاعه طبيعيه هو حل مشاكل الرضاعه من اول لحظه، بل احيانا كمان ان المفروض بنعمل تثقيف للام، وده بيتعمل في دول كتير بره، ويمكن خدمه نفسي اعملها قريب، يعني ان يبقى في الامهات يعني نوع من التوعيه قبل الولاده للامهات. بالظبط كده. انت قبل الولاده، وفي امهات على فكره عندها الوعي وبتجيلي قبل الولاده يعني. تمام. ايه اللي هيحصل ايه، هتعامل مع المشاكل دي ازاي، يعني ايه رضاعه وهرضع ايه وهرضع ازاي وايه المفروض اعمله وايه المفروض ما اعملوش. التوعيه مهمه جدا من قبل الولاده، وبتستمر معانا بعد الولاده من اول لحظه، ان الطفل ما يتداخلش اي حاجه مع الرضاعه، ما يدخلش اي حاجه في بق الطفل خالص غير ثدي مامته خالص اطلاقا. وان اي مشكله بتعوق ده تتحل، سواء مشكله في التقام الطفل لثدي الام، او مشكله في ثدي الام نفسه نتيجه وجود اي مشكله عندها، او مشكله عند الام نفسها صحيه، ونحل المشاكل دي عشان نوصل لافضل حل ممكن للام والطفل. تمام يا دكتور. تمام.